قبل الظهر جاني خبر زيت كرباتي والكدر، لكن ما له حكم القدر غير الصبر والاحتساب. لكن ما له حكم القدر غير الصبر والاحتساب. يوم الموت أخذ والدي يا ظهري ويا سعدي، جوالي سقط من يدي في لحظة وضاع الجواب. مرثية كتب كلماتها المغترب عبد الرحمن محمد علي مهدي، والأخ عمرو محمد علي مهدي، والأخ حمزة محمد علي مهدي، تعزية ومواساة في وفاة والدهم المغفور له الحاج محمد علي حسن مهدي، محافظة إب. شكر لمن وقف معهم: الشيخ فؤاد قاسم الصبري، وهيب إسماعيل، محمد قاسم، الشيخ أحمد سالم، الشيخ نصر عوض، والشيخ إسحاق العمير. أداء الشاعر صدام أبو سند. باسمك يا العزيز الغفور ترجع لك جميع الأمور، يا عالم خفايا الصدور وحصيت الأمم في كتاب، يا عالم بما في القلوب، يا غفار كل الذنوب، يا ستار كل العيوب، تقبل من دعا لك وتاب، يا من لا سواك استعين وترجاك وانت المعين، والجالك وقلبي حزين يا من لا داعي تستجاب. أنت المرتجى والأمل وأنت الحكم وقت الأجل، يا من ما لحكمك بدال في يوم الرجاء والحساب. قبل الظهر جاني خبر زيد كرباتي والكدر، لكن ما لحكم القدر غير الصبر والاحتساب. قمت اكتب بحبر القلم ضيقي والأسى والألم، موت الوالد المحترم بهز القمم والشعاب. يوم الموت أخذ والدي يا ظهري ويا سعدي، جوالي سقط من يدي في لحظة وضاع الجواب. قالوا والدك قد رحل من بعد المرض وانتقل، لا ربه وحكم الأجال ماشي من مرد حجاب. حني يا جبال اليمن وابكي يا سنين الزمن، لأن الأب ما له ثمن لمن صار تحت التراب. ضاق القلب بين الضلوع من موت الحنون القنوع، وعيوني تصب الدموع بعده مثل مزن السحاب. كان الرزح في عيشتي واكبر ظل في دنيتي، في ظهري وظهر اخوتي بعده صرت مثل المصاب. يا به كنت ضوى العيون لا شفتك همومي تهون، يا رمز العطا والحنون رزحي والسند والمهاب. يا رب اسألك بالثبات لاخواني وكل الخوات، وارحم من توفى ومات واكفى عن عيوني وغاب. يا رب اسألك ترحمه بالجنة ولا تحرمه، واقبل والدي واكرمه واكفه شر يوم العقاب. يا الله اسألك رحمتك في ذي صار في ذمتك، لا حكمك ولك حكمتك لا يمكن بك الظن خاب. واشكر كل صاحب وقف جنبي يوم دمعي ذرف، كم من محترم ما خلاف وحده في الظهر وفي الصعاب. مثل ابن الجباري صهيب وانته يا رفيقي وهيب، واحمد سالم اغلى قريب في وقت